ذلك أن يجتمع في مشروع دون أن يستأثر هذا المشروع باهتمام كبريات وسائل الإعلام العالمية. تقديم نموذج أول سيارة مغربية ونموذج أولي لسيارة تعمل بالهيدروجين طورها مغربي صنع في المغرب. أول سيارة مغربية تصنع بمواصفات عالمية. المغرب داخل عالم المنافسة في صناعة السيارات المستقبلية. أول سيارة هيدروجينية في العالم. فخر الصناعة المغربية. هاد السيارة ما كتخدم لا بالبنزين لا بالكهرباء، وإنما كتخدم غير بالهيدروجين. وفي الفيديو غنعرفوا الأهمية ديالو. المغرب ولا واحد من بين أهم الدول اللي كتصنع وكتصدر السيارات في العالم، بحيث أنه الأول إفريقيا. وما بقاش هاد الشي كافي، بل ولا المغرب كيصنع سيارات محلية وعلامات تجارية مغربية 100%، بحال ناميكس ونيو اللي غندويو عليهم في هذا الفيديو. واليوم كتعتبر المغرب واحد من بين اهم الدول في صناعة السيارات، ومنافس قوي لدول كبيرة بحال المانيا وامريكا والطاليان، بحيث انه كاين اكثر من 250 مورد لاجزاء السيارات في المغرب. الطاقة الانتاج ديال السيارات كتقترب ل1,000,000 سيارة في العام، رقم ما كاينش بحاله في القارة الافريقية. قطاع إنتاج السيارات في المغرب يسير بخطى ثابتة، إذ يعد ثاني أكبر القطاعات المصدرة في المملكة، حيث يتم تصدير ما يقارب 1,000,000 سيارة سنويا نحو 70 دولة عالميا. في مراحل وأشواط كبيرة قطعتها المغرب في موضوع تجميع السيارات وتصديرها. المغرب أعلنت عن خبر مهم جدا، إنها انتقلت من التجميع للتصنيع. وخلال 7 سنوات الماضية المغرب دعم هذه الصناعة وهذا التوجه في صناعة السيارات وإنتاجها وكذلك تصديرها ب 83 مليار درهم مغربية. المغرب دخل مجال المنافسة سوق كبير. شنو هما العوامل اللي خلاو المغرب مكان لصناعة السيارات العالمية؟ شنو اللي خلى المغرب يباشر في صناعة سيارة مستقبلية بالهيدروجين والكهرباء، وسيارة اللي محلية 100%؟ وشنو المميزات ديال هاد السيارة اللي كتخليها نادرة في العالم كامل وكاينة فقط في المغرب؟ والسؤال المهم، علاش المغرب اختار سيارة خدامة بالهيدروجين بالضبط وماشي البنزين او الكهرباء؟ هاد السؤال غنجاوبو عليه في الاخر ديال الحلقة. وكيف العادة وجد القهوة ديالك واجب باش تولي في خبار. 11 ماي 2023 في القصر الملكي بالرباط تم تكريم فوزي نجاح مول سيارة ناميكس، وبالضبط HUV هيدروجين يوتيليتي فايكل، ونسيم بن الخياط مول سيارة نيو واللي تصنعوا في المغرب. من بعد ما المغرب راكم بزاف ديال التجارب في هذا الميدان، ونظرا لان المغرب من سنة 2000 وهو مهتم بسياسة صناعة السيارات وإنتاجها، وبزاف الشركات كتصنع السيارات ديالها في المغرب نظرا للاستقرار السياسي والاقتصادي اللي كيعرفو المغرب، بالإضافة لموقع المغرب الاستراتيجي اللي كيمكن أنه يتعامل مع أوروبا وأمريكا وإفريقيا وكذلك الخليج، الشيء اللي غيسهل عملية تصدير السيارات، بالإضافة للبنية التحتية القوية اللي كيتميز بها المغرب، بحال ميناء طنجة اللي قريب لأوروبا وأكبر ميناء في إفريقيا، بالإضافة لقطار فائق السرعة TGV. هادو كاملين عوامل خلاو الشركات والدول الكبيرة يلجؤوا للمغرب كمكان لصناعة السيارات، وكاع الناس اللي كيشرفوا على هاد الصناعة في المغرب فهما مغاربة من اليد العاملة حتى المدير. وهذا ليكو سيستيم، هاد الشركات هادو واحد الحاجه اللي ما عارفينش المغاربه هي بان راه اكثر من 90% ديال المدير العام ديال الشركات واخا كيكونوا خارجين راه مغاربه، وهذا الشيء اللي خلانا نطلعوا هذا المشروع. خاص تكون في خبارك ان الشيء اللي خلى المغرب يمشي في هذا التوجه هو سياسة الطاقات المتجددة اللي نهجها الملك منذ سنين، بالإضافة لأن في 2035 ما غيبقاوش السيارات الحرارية، الشيء
اللي شجع المغرب اكثر على صناعه هذه السياره الهيدروجينيه. السياره اللي كتميز بستة الكبسولات اللي كتعمرهم بالهيدروجين، والمده ديالهم باش يعمروا ما كتفوتش 4 دقائق، وتقدر تقطع 800 كيلومتر بنفس الشحنه ديال الهيدروجين. والتصميم الداخلي والخارجي كان تحت اشراف كفاءات مغربيه 100%. ولكن السؤال اللي كيدور في بالكم دابا، علاش المغرب اختار الهيدروجين بالضبط كوقود لهذه السياره؟ الهيدروجين موجود في كوكب الارض بشكل اساسي في تركيبه الماء. كما كتعرفوا كاملين الماء كيتكون من 2 ذرات ديال الهيدروجين وذره ديال الاكسجين، بالاضافه لانه ابسط ذره في الكون، بحيث انه كيتكون من بروتون واحد ومن الكترون واحد. فملي غيتستعمل الهيدروجين كوقود غيتفاعل مع الاكسجين وينتج لنا الكهرباء باش غتمشى السياره. اما العديم اللي كيخرج في الاخر هو الماء اللي يقدر يتم التصفيه ديالو ويتشرب او يتستعمل في عده احتياجات اخرين. يعني فالهيدروجين وقود صديق للبيئه. ومن المميزات ديال الهيدروجين ما فيه لا ريحه لا لون لا طعم. باختصار المغرب غيولي ينافس دول كبيره في مجال السيارات. المغرب قادم وبقوه، وشوف هي ولات في اخبار.